مدينة طنجة، مدينة السحر والجمال، اختلطت الأساطير والوقائع التاريخية في تحديد هويتها وكينونتها، فتداخلت القراءات وانتصر البعد التراجيدي في تحديد مستقبلها. أكرمها الفينيقيون وبجلها الرومان، فصارت أسطورة تلخصها مغارة هرقل ومقابر الرومان، لتبقى شخصية هرقل مهيمنة على الذاكرة بعدما فصل إفريقيا عن أوروبا وأبعدهما عن بعضهما 14 كيلومتر، وتصبح طنجة البوابة الرئيسية لكل عابر وبكل طامح. لكن هذه المدينة وأمام هذا الزخم التاريخي الذي عايشته وعاصرت، صارت تشكل ملهاة للمجلس البلدي، صارت تشكل أرضا خصبة لمافيا العقار ليفسدوا فيها ويغتالوا سماءها وأرضها وبحرها. أغلقوا كل النوافذ وحرمونا من النظرة إلى ذلك البحر، من النظرة إلى الضفة الأخرى. نهبوا أرض أصحابها باسم المنفعة العامة، ليبنوا الفيلات والقصور وينتقلوا إلى العمارات. هذه العمارات التي صارت تغطي عنا كل شيء، حتى المنارات التي كانت ترشد السفن يتم تغطيتها وحجبها عن البواخر. انظروا هذه المدينة كيف كانت وكيف أصبحت. كانت ملجأ لكل فنان يريد أن يبدع، فصارت ملجأ لكل من يحاول الهروب من هذه الأرض. لقد احتلها الحراقة، لقد احتل ميناء طنجة الحراقة، وأفسدوا فيها وفعلوا فيها ما شاءوا بدون رقيب ولا حسيب. نتساءل أين الأمن البيئي بهذه المدينة التي أفسدها المجلس البلدي وفوت كل شيء فيها؟ انظروا هذه العمارات ستحرم عنا هذا الجمال الذي كنا نتمتع به. لقد حرمونا من كل شيء. يرى العار. انظروا هذه المدينة كيف كانت تلمع بالجمال وتصدع به.